نتمنوا ان اللاعبات المنتخب الوطني يدخلوا في المقابله بشكل جيد واحسن سيناريو في الدوري الفرنسي ولاعيبه اخرى تنتمي للدوري الالباني. هناك فرصه الهدف تضيع على مريم هجري. قليدين للاعبه مريم هجري مرة أخرى فرصة لبداية المنتخب الوطني المغربي، إمكانية تسديد للمرمى، فرصة مراوغة، فرصة الهدف دائما يعني كان بإمكان التسديد مع السيام. هذه فرصة محاولة لبداية المنتخب الوطني المغربي، فرصة الهدف الأول. الهدف الأول لبداية المنتخب الوطني المغربي. ملك زيد الكيلاني يسجل الهدف الأول. نعم، هدف كيجي في وقت مبكر وهذا الشيء اللي كنا كنتمناو، والطريقة اللي جا منها الهدف لو جو دو بيفو واللاعبات اللي دخلوا هما السيام تدلاوي وملك زيد الكيلاني. كرة طويلة كيجي لاعب هذه فرصة إدريسية وتدخل. كرة من جديد لفداء منتخب ناميبيا، هذه فرصة منتخبات الفوتا 11 الفوتسال. هنا كنشوف عاوتاني ياسمين الدمراوي، هذه فرصة لفداء المنتخب الوطني المغربي، إمكانية تمرير، فرصة الهدف والهدف. الهدف الثاني بواسطة ضحى المدني. تحدثنا على لاعبة الجيش الملكي ضحى المدني، خبرة وإمكانيات هذا اللاعبة، وهذا الثاني من اللاعبات وللجمهور الحاضر. يتابع مرة أخرى تمريرة من ياسمين الدمراوي لوحدة ضحى المدني في المكان المناسب، تضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة المنتخب ومساندتها، وإن شاء الله الوصول للمباراة النهائية ولما لا الفوز باللقب. هذه فرصة الدوري القطري والقطريان والأهلي والسيريا، في فرصة محاولة خطيرة مرات جانبا بواسطة الناس ديال الساح أنه يزيد يحقق المبتغى كما كنقولوا ديال الكرة المنتخب الوطني المغربي. ممتازة فرصة الهدف تدخل وإبعاد الكرة من ميليسا ماتيوس أمام ضحى. الوقت لتسديدة قوية من ياسمين الدمراوي، مرة أخرى تدخل ميلي تريدين. كرة في المنتخب الوطني المغربي، فرصة تمريرة عند اللاعبة سهام التدلاوي. اللقاء الثاني مدغشقر تحت المجموعة الثالثة. هذه فرصة محاولة في المنتخب الوطني المغربي، تمريرة لتسديدة، فرصة تدخل مرة أخرى لميليسا ماتيوس. الوطني هو أنه استغنى والدوري الدولي اللي كان بالمغرب بحضور البحرين انه يلعب بالثقه الكبيره دابا، والمقابلات اللي يلعب ضد منتخبات عالميه انه يلعبها في المستوى الله. مترابطات ممتازه بالنسبه للمنتخب المغربي، فرصه الهدف تدخل دائما محبين لان طريقه مش ممتازه، فرصه تدخل القائم اللي كيبعد الكره في الوقت اللي فرصه اخرى. هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الوطني المغربي كيتمكن من الوصول لشباك ميليسا ماتيوس. نتابع هذه الفرصه، ضحى المدني، كره تخبط بالقائمه، مره اخرى تسديده، تدخل، والمتابعه كانت ممتازه من سميه هادي، تضع الكره وتهتدي لمرمى ولشباك منتخب ناميبيا بهدف ثالث. صراحه المستوى ديال المنتخب المغربي في كما كنقولوا في هذه المقابله الاولى صراحه كنا كنقولوا ان المقابله غتكون صعبه لانه غيكونوا اللاعبين لازم تغطيه دائما، تسديده، ابعاد بنتائج قويه. ربقه المنتخب الوطني المغربي اللي خلانا يكون مع المنتخب تدخل الدفاع، ابعاد الكره دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي، فرصه تدخل دائما الخطوره وتدخل ابعاد الكره من جديد، تسديده، تدخل ميليسا ماتيوس. الذكوريه هي كتلعب الكره النسويه لشيرين قليدين. هذه فرصه للمنتخب الوطني المغربي، تعليمات اللاعبات ديال المنتخب ناميبيا. هذه فرصه تمريره ممتازه ولكن ما تمكنتش كنزه حفصيه علوي من تسديد للمرمى. تضيع هذه المحاوله على القليدين، كانت تسديده ديال زين بروداني بجديد شرط بدايه الاخ علي الصيح، وكان عارف بانه المنتخب ناميبيا عنده ضعف فيها، وانه فاش تدخل زين بروداني، فرصه ومحاوله بدايه المنتخب الوطني المغربي. هذه محاوله لكن ما تمكناش من الكره، لعبه كنزه حفصيه علوي، كره كتخرج سيتي ناتالي، شاط بدايه المنتخب الوطني المغربي، تسديده لكن الكره مشات فوق المرمى، غلها بالفعل 10 ديال الامتار. هذه محاوله كنشوفوا كان استرجاع الكره، نعم كيطلعوا للحارس الطائر. فرصه لبدايه المنتخب الوطني المغربي، ديسيا تمريره لكن الكره كانت بعيده شيئا ما على ملك زيد الكيلاني. كانت فرصه لبدايه المنتخب الوطني المغربي، كره لامال العوفي، زين بروداني، فرصه لبدايه المنتخب الوطني المغربي، تمريره، فرصه والهدف. هدف جميل لبدايه المنتخب الوطني المغربي. امال العوفي تمكن من الوصول لمرمى ميليسا ماتيوس. فرحه كبيره للاعبات المنتخب الوطني المغربي والجماهير المغربيه. هدف رابع للمغربي. نتابع التمريرات، نتابع المترابطات، فرصه كانت ممتازه
واللاعبه امل العوفي في المكان المناسب تضع الكره في الشباك، وهدف رابع لفائده المنتخب الوطني المغربي. وكما تنظروا بانه هدف يدرس. نعم هدف اكثر من رائع ديال امل العوفي. تمرير الدوري المحلي، استرجع الكره من امل العوفي، ممتازه امل، تمريره لكن الكره كانت بعيده شيئا ما على زينب الروداني رغم ميليسا ماتيوس. تدخل سميه هادي من جديد، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. قوة كان من طرف فيولا ديات ركنية في المنتخب الوطني المغربي. كتبت بسرعة تسديدة لكن مرات جانبا، تسديدة زينب الروداني. نعم ترجع الكرة لياسمين دمراوي، مريم هجري مرة أخرى اللاعبة ياسمين دمراوي، تمريرة ممتازة، كانت فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. إذا مريم هجري تسدد بكل قوة، تدخل ميليسا ماتيوس، تسديدة كانت قوية من لفائدة المنتخب الوطني المغربي. فرصة ومحاولة تضيع على المنتخب الوطني المغربي للاعبين بهدوء، وما تابعناش يعني المهم الان والاهم وما تابعناش ردة فعل ديال المنتخب الناميبي، لان طريقه باش لاعبين لاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي واستراتيجيه الان اللي يعني معتمد سهام التدلاوي. اخ هشام انا الطريقه دي ضحى المدني، هذه فرصه لكن الطريقه اللي كيدافع بها المنتخب المغربي هو اللي كيخلي انا المنتخب معنا ضغط النتيجه واللي ما تمكنوش ان يخرجوا من صراحه. هذا الجروب اللي كيدخل ديال ضحى المدني وجاسمين نصف النهائي، كيف ندوى الاخ عادل السيف في الندوه الصحفيه قال بان المقابله الاولى هذه محاوله خطيره بيد منتخب ناميبيا، تسديده لكن الكره بعيده. كيف ما قال بان المقابله الاولى هي المقابله الاخيره. هذه محاوله تدخل كوثر بن طالب، ضربه جزاء في الوقت الحكم كان ضربه جزاء، ضربه جزاء، الحكم يعلن ضربه جزاء لفائده منتخب ناميبيا. الحكم اعتبر انه هناك 28 عاصم تصدى لهذه ضربه جزاء، والكره خارج ارضيه الملعب، كره خارج ارضيه الملعب. ميليسا ماتيوس حارس المرمى لكن لم يتم ترجمتها، الحمد لله انه مرت بسلام. بالفعل هذه فرصه محاوله في المنتخب الوطني المغربي، امكانيه تسجيل هدف، امكانيه تسجيل هدف، تدخل للحارسه ميليسا، محاوله ممتازه بواسطه سهام التدلاوي. المنتخب المغربي هذه فرصه دائما محاوله بواسطه سهام التدلاوي، كان تدخل ديال الحارسه ماتيوس سواء بالنسبه للاطار الوطني عادل السيح، وكذلك هذه فرصه الهدف المنتخب الوطني المغربي، لانه الشباك كانت فارغه. تسديده من كوثر بن طالب لكن خارج ارضيه الملعب، ودائما التركيز من اجل اضافه اهداف اخرى. هذه فرصه ومحاوله، امكانيه تسجيل، فرصه الهدف، تدخل وابعاد الكره. ملك زيد الكناني كان بامكانه توضع الكره في الشباك دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. سهام تداوي فرصه، هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي. سهام تدلاوي معلوم، فرحه كبيره للاعبات المنتخب الوطني المغربي، الطاقم التقني والجماهير المغربيه. جميل لسهام تدلاوي بتسديده قويه، يعني من الاهداف الجميله اللي تسجلت يعني في اليوم الاول وفي هذه البطوله الافريقيه لسهام تدلاوي. صراحه هدف اكثر من رائع ديال سهام تدلاوي. كره ممتازه اللعيبه ملك زيد الكيلاني فرصه الهدف في الوقت اللي الوقت انتهى، والمنتخب الوطني المغربي جوله اولى 5 ديال الاهداف لا شيء. ملك زو امام المرمى، هذه فرصه محاوله تدخل ابعاد الكره، دائما الخطوره يحاول انه يسير المقابله باقل مجهودات ديالو. ياسمين دمراوي، هذه فرصه محاوله بين المنتخب الوطني المغربي، امكانيه الهدف تستطيع. ياسمين دمراوي كان عندها خيارين، اما انها تسدد تمرر في اتجاه اللاعبه امل العوفي. سنتابع هذه الانطلاقه، لاحظوا مرتد هجومي سريع، اعتقد انه بحثت على امل العوفي اكثر ما بحثت انه توضع الكره في الشباك. حاولت اخراج الكره من مناطق المنتخب الوطني المغربي، هذه فرصه خروج ماتيوس، التغطيه حاضره. ضحى المدني تاخذ هذا المرتد الهجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. ضحى المدني امكانيه تمرير، فرصه هدف سادس لفائده المنتخب الوطني المغربي، وسط دريسيا كوريج كتمكن من وضع الكره في الشباك. محاوله ممتازه وهدف سادس لفائده
نتابع من جديد انطلاقه ديال ضحى المدني لقاده هذه الفرصه وهذه المحاوله وهذا المرتد الهجومي. اعتقد انه هدف جميل، هدف اللي يمكن ضحى المدني خدمت فيه بشكل كبير. وقت هذه لا يعني لا ترد صراحه من طرف دريسيا كوريج اللي تمررت النوع تمريره رائعه انه تسجل اهداف، لكن هذه امور يمكن هذه فرصه والهدف اللي جاء ضد المجريات كان خطا على مستوى ابعاد الكره. هدف اول لفائده منتخب ناميبيا. حول فينيسا ماتيوس الوقت اللي كان محاوله ابعاد الكره من طرف ضحى المدني. الراسيه ديال منتخب ناميبيا سجل اهداف مقابل هدف واحد. منتخب ناميبيا حذر من هذا المرتد الهجومي، البحث عن امكانيه الوصول الى المرمى واسطه اللاعبه فيولا مره اخرى. ضحى المدني هذه محاوله تعطي الكره لدريسيا كوريش، فرصه ضحى المدني تسدد، كره تمر جانبا، كره تمر. لعبوا بواقعيه. فينيسا ماتيوس تلعب الكره مباشره، تدخل وابعاد الكره من طرف الحارسه كوثر بن طالب في بدايه منتخب ناميبيا. خلاله في منتخب ناميبيا انه يبحث عن اهداف اخرى خطيره. سنتابع من جديد فينيسا ماتيوس بكل قوه. كانوا الكره مسكتها كوثر بن طالب. المغرب 2025 غتقام في الكره ما بين الخامس والسادس والعشرين من شهر يوليوز جنوب افريقيا. كره طويله، هذه فرصه دريسيا كوريش، فرصه هدف تدخل وابعاد المنتخب الوطني المغربي. ضحى المدني تسدد ومره اخرى تمريره ممتازه لفرصه الهدف، الهدف السابع لفائده المنتخب الوطني المغربي وسط ياسمين دبراوي. دبراوي كتمكن من تسجيل الهدف السابع لفائده المنتخب الوطني المغربي. التمريره تسدد غتكون التمريره ديال سهام التنداوي ثم ياسمين دبراوي لاعبه فريق الاكاديميه بيزونسون الفرنسي كتمكن من وضع الكره في الشباك. 7 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. هدف جميل للاعبه جاسمين، لكن الاجمل هو التمريره الرائعه ديال اللاعبه السيبات. اذا 7 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. وفرصه اخرى بدايه المنتخب الوطني المغربي، فرصه الهدف، تدخل وابعاد الكره. ياسمين دبراوي حاولها وتدخل ممتازه كوثر. اللاعبات ديال منتخب ناميبيا كيباتوا بالدوري المحلي. هذه فرصه محاوله مره اخرى كيحاولوا انهم كما كنقولوا يجيروا لي ماتش ديالهم ماتش بام. تمريره كانت خاطئه، محاوله خاطئه لفائده منتخب ناميبيا. حذر من هذه المحاوله، تدخل ممتاز شرط لفائده المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصه تدخل يعني هو هنا كيبان عاوتاني غيطلعوا ضد الحارس الطائر منتخب ناميبيا. تدخل كوثر بن طالب، مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. ضحى المدني تدخل الكره من العميده فينيسون نقالي. هذه فرصه تدخل مستوى عالي صراحه. متابعه تدخل تدخلات باليد بالرجل جماهير الحاضره. هذه فرصه محاوله بدايه منتخب الوطني المغربي يوم الخميس المقبل امام منتخب الكاميرون. هذه فرصه تدخل منها. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله لبدايه منتخب ناميبيا بواسطه اللاعبه سون فيليسيتي ناتالي. فرصه الهدف تدخل يساندون المنتخب الوطني المغربي وحضور رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سيدي ترجع في الوقت لفرصه الهدف الثاني لبدايه المنتخب الوطني المغربي. ياسمين دبراوي كتمكن من تسجيل الهدف الثالث والثنائيه. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. التمريره كانت ممتازه من امل الاوفي واستثمار هذه الفرصه من طرف اللاعبه ياسمين دبراوي توقع هدف ثامن لفائده ضغط الان على مرمى وعلى دفاع منتخب ناميبيا. فرصه تدخل حارس فينيسا تعود لفائده المنتخب الوطني المغربي. فرصه تسديده. لاحظوا لانه هذه التسديده يعني قويه وتسديده رائعه، لكن فينيسا ماتيوس لفائده المنتخب الوطني المغربي عند ضحى المدني لكن هذه